السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سوبر ليدي. يا مساء الفل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض جلاش بحشوه البسبوسه بطريقه سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله بجد يعني هينجح معاكم من اول مره. وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله شكله مشهي جدا، وكمان طعمه احلى واحلى. اتمنى بقى ان كلكم تتابعوا معايا الفيديو لغايه الاخر وفرجه ممتعه. هنبدا بالمقادير بتاعتنا بسم الله. اول حاجه هنا هيكون معايا لفه من الجلاش ده بلدي، طبعا ممكن تجيبيه من الاسواق او من الراجل اللي هو الفطاطري، وممكن برضو تستخدمي الجلاش اللي هو المكيس اي نوع انت بتحبيه. وهيبقى معايا كمان تقريبا يعني كوبايه من السميد بتاع البسبوسه، السميد ده سايب من عند العطار. استخدمت المج بتاعنا العادي. وهنا هيبقى معايا تقريبا نص كوبايه كده من السمنه، يعني مش كتير علشان برضو ما تبقاش دسمه قوي. هنحط عليهم رشه خفيفه قوي من الزيت، وطبعا ممكن تستبدلي السمنه والزيت بالزبده، والزيت هينفع برضو. دول كده الحشوه بتاعه الجلاش. اما ده بقى اللي هو السائل اللي احنا هنسقيه الجلاش بعد ما نخرجه من الفرن. هيبقى عباره كده عن نص كوبايه صغير، ما يكونش مليان قوي من السكر، وكمان كوبايه ونص من الحليب. وهيبقى معايا كمان بيضتين، يا ريت يكونوا حجم كبير، وكمان 2 فانيليا، ومعلقه كبيره بقى من البيكنج باودر او خميره الحلوى. هنبدأ بقى بسم الله. اول حاجة حطيت الطاسة بتاعتي على النار واحط فيها السميد، وهفضل بقى احمصه كده يعني لمدة 3 4 دقايق مش كتير، على نار برضو بتكون هادية مش عالية برضو علشان ايه متلسعش منك. ولازم تفضلي تقلبيه كده من اول ما تحطيه على النار بقى لغاية لما تخلصيه، يعني هنديله بس تحميصة خفيفة. وده كده السميد بتاعي زي ما انتم شايفين كده اللون بتاعه يعني غمق سنة، بس برضو هو يعني مغمقش قوي علشان ما يبقاش يعني مرر معانا. دلوقتي بقى هشيله من على النار واحط الحلة دي علشان نجهز بقى الشربات الخفيف او السيرب. هنحط فيها بقى كوبايتين كبار من السكر، سكر حبيبات بتاعنا العادي. ودي كده الكوباية التانية. وننزل عليهم بقى كمان ب3 كوبايات من المية، طبعا مية من الحنفية. وهنخلي الشربات بتاعنا ده على النار يعني لمدة مثلا 7 أو 8 دقايق على نار هادية. وهيبقى معايا كمان كده عصير يعني نص ليمونة، نقطتين 3 كده مش كتير برضو علشان الشربات ما يبقاش حادق. وهنحاول بقى في الاول ندوب كده السكر كويس قوي مع المية. دلوقتي جبت بقى الصاج بتاعي اللي انا هشتغل فيه، وهدهنه بقى بمسحة صغيرة خالص من السمنة علشان لما نيجي نخرج الجلاش يعني يخرج بسهولة كده وما يلزقش في الصاج. لو ما عندكيش صاج زي ده ممكن تستخدمي اي صينية مستطيل او مربعة عندك هتنفع. وبعدين فرشت بقى المفرش السيليكون بتاعي، وحقيقة يعني ناس كتير بتسألني عليه، ده مفرش سيليكون من العتبة. كنت جايباه تقريبا يعني ب250 جنيه، بس بصراحة عملي جدا. دلوقتي هندهن بقى الجلاش مسحة صغيرة خالص كده من السمنة على زيت. ودلوقتي هننزل بقى برشة خفيفة من السميد بتاع البسبوسة اللي احنا كنا محمصينه، يعني حاجة بسيطة كده بين صوابعك، ما تكتريش برضو علشان ما تبقاش يعني تقيلة قوي لما تيجي تاكليها. وممكن برضو لو حابة تزودي سوداني مع السميد هينفع، هيبقى جميل جدا، او جوز هند هينفع برضو هيبقى حلو قوي، او اي نوع مكسرات تاني انت بتحبيه، بس طبعا لازم يبقى مطحون او مجروش. ودلوقتي هناخد بقى ورقتين، كل مرة كده هناخد ورقتين، لان ورقة واحدة يعني هتبقى خفيفة قوي. وهنبتدي بقى نكشكشها. احنا كنا عملناها مرة قبل كده بس كان بحشوة المكسرات من غير بسبوسة. النهاردة بقى حبيت يعني انوع لكم كده واعمله لكم بشكل مختلف، وبجد يعني ان شاء الله ينجح معاكم من اول مرة، طعمه جميل جدا على فكرة.
اهو كشكشنا بقى الجلاش، وهنرصه بقى كده في الصاج اهو كده. بسم الله. هنعمل برضو واحدة تانية كده بنفس الطريقة، هنمسحها برضو بمسحة صغيرة خالص كده من السمنة، وعلى قد ما تقدري يعني تخفي ايدك كده وما تزوديش في السمنة علشان برضو ايه ما تبقاش تقيلة وتعرفوا تاكلوها. ودلوقتي هننزل بقى برشة برضو خفيفة قوي من السميد بتاع البسبوسة. وهنكرمش بقى الورقة بنفس الطريقة اللي احنا كرمشنا بيها الورقة اللي قبلها، وكل مرة برضو زي ما قلت لكم هناخد ورقتين مش ورقة واحدة، وهنكشكشها برضو كده نعملها زي ما يكون مكشكشة مكشكشة او مكرمشة اهو بالشكل ده. وهنقرب بقى الصاج جنبنا علشان نعرف بقى نرص الجلاش بتاعنا ونكمل بقية الصاج كله، ونحطها جنب اختها بقى كده، ونكمل بقى بقية الكمية كلها بنفس الطريقة لغاية لما نخلص الصاج بتاعنا كله. وده الصاج بتاعنا بعد ما خلصنا الكمية كلها، وما شاء الله لفة الجلاش بصراحة يعني كملت الصاج كله. دلوقتي بقى هنمسح كده على الوش بتاع الجلاش مسحة خفيفة خالص برضو من السمنة علشان ياخد بقى لون جميل جدا جوه الفرن، لون ذهبي حلو كده يفتح النفس. وهنشغل بقى الفرن بتاعتنا على درجة حرارة متوسطة يعني مثلا 180 او 200، وهنحط الجلاش في الرف الوسطاني اللي هو فوق الصاج على طول على الشبكة، يعني لمدة نص ساعة لغاية بس ما نحس ان هو اتحمر من تحت وكمان خد وش حلو كده ذهبي من فوق. لو الفرن بتاعتك ما بتحمرش ممكن تحطيه تحت الشواية لمدة دقيقتين لغاية لما يحمر. وده شكل القوام بتاع الشربات بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. الشربات طبعا بيبقى خفيف، خليته على النار تقريبا يعني 7 او 8 دقايق بالكتير قوي على نار تكون هادية. وده كده الجلاش بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. هنبتدي بقى كده نديله بقى دلوقتي هنجهز بقى مع بعض الخلطة اللي احنا هنحطها فوق الجلاش. هنبدأ كده بسم الله. اول حاجة جبت الطبق بتاعي حطيت فيه بيضتين، وهننزل كمان باتنين كده من الفانيليا علشان بقى نكسر الزفارة بتاعة البيض، وكمان نص كوباية كده ما يكونش مليان قوي سكر حبيبات، وهننزل كمان بكوباية ونص من الحليب. حليب على فكرة يكون ساقع يعني ما يكونش دافي بقى علشان ما يسويش البيض. وكمان هنحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر او خميرة الحلوى. وهنقلب بقى المكونات دي كويس جدا بالمضرب اليدوي، وطبعا ممكن تستخدمي برضو المضرب الكهرباء، بس الحقيقة يعني الاتنين هيوفوا بالغرض فانا عملتها بالمضرب اليدوي لغاية لما احس بقى ان السكر داب تماما مع السوائل، وكمان البيض اندمج كويس اوي مع الحليب. دي بقى الصاج بتاع الجلاش بتاعنا بعد ما خرجته من الفرن، خد تقريبا يعني نص ساعة على بال ما اتحمر واستوى كويس كده. دلوقتي هنبتدي بقى نسقيه بالسوائل اللي احنا عملناها مع بعض دي دلوقتي، او الخلطة اللي احنا عملناها بتاعة البيض والحليب، ولازم توزعيها كويس جدا على كل حتة بقى في الجلاش. وبعد كده هنرجع بقى نحطه في الفرن تاني لمدة برضو نص ساعة كمان على درجة الحرارة برضو اللي هي 180 درجة حرارة يعني متوسطة ما تكونش عالية، لغاية بقى ما نحس ان الجلاش اتشرب كويس قوي للحليب زي ما انتم شايفين كده نشف خالص بقى من الحليب ومبقاش فيه اي سوائل خالص. دلوقتي الجلاش لسه طالع من الفرن سخن جدا، والشربات اللي احنا عملناه والسيرب الخفيف ده بارد. هنبتدي بقى نسقي الجلاش على طول اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يكون الجلاش سخن علشان يتشرب كويس قوي بقى للسيرب.
وبعد كده بتغطيه وتسيبيه حوالي مثلا ربع ساعة او تلت ساعة لغاية برضو ما يتشرب السيرب كويس قوي، وتحسي ان الجلاش كده نفش وبقى جميل. بعدها بقى على طول تبداي تقطعيه وتزينيه باي تزيين انت عاوزاه. انا هنا استخدمت الفستق والكداب، وناس كتير جدا سالتني عليه. ده بيبقى عباره عن سوداني بتحطي له اللون الاخضر وبتحمصيه على النار، وطبعا بتكوني قبلها يعني طحناه او جرشاه كده بالهون. وبعد كده بتزيني بيه بقى اي حلويات، سواء بقى حلويات سواء رز بلبن مهلبيه اي حاجه. هو بصراحه يعني اسمه فستق الغلابه، جميل جدا، شكله حلو قوي وطعمه كمان بيبقى طعم سوداني. خلاص كده الجلاش اتشرب كويس قوي. دلوقتي باي سكينه بقى حاميه هنقطعه. طبعا بتقطعيه بقى مربعات صغيره كبيره زي ما انت عايزه اقول لكم بقى عامل زي البغاشة بالظبط، ده بذوبان كده في منتهى الجمال. وكمان بالنسبه للناس اللي هتقولي السكر كتير، والله العظيم ابدا. اللي هيعمله بنفس المقادير اللي انا قايلاها في الفيديو، السكر مش كتير خالص. السكر بتاعه يعني معقول جدا، ويتاكل مع اجدع كوبايه شاي بلبن كده حلو جدا من نفسك، يعني مش هتجزع منه ابدا. مش مسكر اللي هو السكر بقى الرهيب. إيه لا بالعكس مظبوط خالص. دلوقتي انا بقطعه بقى كده مربعات كبيره، وهزينه بقى دلوقتي بالفستق والكداب بتاعنا، او لو فستق والغلابه زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله شكله جميل جدا. هنحط في كل مربع كده يعني تقريبا معلقه صغيره. ويلا بقى قطعي على طول كده وحطي في الاطباق لافراد اسرتك، ودوقيهم كده احلى حلويات من صنع ايديكي. وقولوا لي برضو يا حبايب قلبي رايكم ايه في التعليقات. اتمنى طبعا ان كلكم تجربوه بنفس الطريقه، علشان بجد طعمه رائع جدا. وهيعجب ان شاء الله كل افراد اسرتك، وكمان لو ضيوف عندك يعني بجد هيحمر وشك قدامهم، وبجد مش هيكسفك ابدا قدام اي حد. بصراحه يعني حاجه تشرف، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله بيخرج بقى بالخرطه. ممكن تعمليه قدام حماتك وقدام سلايفك كده، وتتمنظري بقى بحلاوتك كده وبشطارتك قدامهم. بالهنا والشفا ليكم كلكم يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده طري جدا جدا ومبسبس كده، وبجد في منتهى الجمال. شايفين الجمال، شكل ولون وطعم وريحه، وبجد في منتهى الجمال، جميل جدا. وبالنسبه برضو للناس اللي هتسالني على البيض، البيض ملوش زفاره خالص والله، ولا ظاهر ابدا في الوصفه. ودلوقتي طبعا بدوقه لكم بقى كالعاده، بجد طعمه جميل جدا. اتمنى بقى يا حبايب قلبي ان كلكم تجربوه، وترجعوا برضو تقولوا لي على رايكم في التعليقات. لو عجبكم بقى الفيديو النهارده، يا ريت بقى ما تنسوناش كده في لايكات كتير، وكمان تشتركوا في قناتي قناه سوبر ليدي ام عبد الله على اليوتيوب، وتفعلوا الجرس علشان ان شاء الله يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم في الله، ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي في الدعاء. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.